السلام عليكم ومرحبا بكم دون نوفال فيديو. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. واليوم ان شاء الله راح نشارككم وصفه ليسيكار مع السلين بحشو طري ويبقى لمده اطول الطري. وصفه جدا سهله وبزاف بنينه. ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. راني صورت لكم كل شيء بالتفصيل. والان نقولوا بسم الله ونبداو بالوصفه. واول حاجه نبداو فيها هي العجينه اللي راح نحتاج فيها 3 اكواب من الطحين ويكون منقول. وبالنسبه لهذه الكميه راها خرجت لي وعطاتني 35 حبه من السيجار. وانتي اذا حبيتي كميه اكبر ما عليك سوى انك تستعملي حجم كبير للطحين، يعني يكون البول اكبر. وضفت هنا على الطحين ملعقه صغيره من الفانيليا ورشه صغيره من الملح. ومن بعد راح نضيف كوب من الزبده غير مملوء ناقص 2 اصابع تكون دائبه وبارده. راح نضيفها تدريجيا وندخل جيدا الزبده في الطحين ونخدم وندخل جيدا الزبده ونتاكد انه الطحين تشرب كامل الزبده. ولهنا راح نجمع العجينه. هنا عندي نصف كوب من الماء والنصف الاخر ماء الزهر، وراح نضيف تدريجيا ونجمع بهذه الطريقه. ما نعجنش العجينه، فقط بهذه الطريقه. وهذا هو قوام العجينه اللي نتحصلوا عليه. تكون العجينه طريه ومتماسكه في نفس الوقت، ما لازمش تكون طريه بزاف. وهنا قسمت العجينه الى 3 كريات. هذا هو القوام العجينه. راح نغطيها ونخليها ترتاح 15 دقيقه. أما الآن هنا على طاولة العمل رشيت قليل من نشاء الذرة أو المايزينا، وراح نفتح العجينة إلى سمك يكون رقيق بزاف. وبالنسبة لسمك العجينة هذا هو السمك، لازم تكون رقيقة جدا العجينة. ومن بعد نقوم بتقطيع الأطراف الزائدة على هذا الشكل حتى تكون العجينة بعد ما نشكلها تكون متساوية. ومن بعد نجيب هادو لي مول تاع لي سيغار او القوالب ونوضعهم على العجينة ونترك 1 سنتيم على كل جهة ونقطع العجينة على هذا الشكل. أما الآن نلف العجينة على هذا الشكل ونلفها 2.5 دور ونقطع العجينة. أما فيما يخص التزيين استعملت هذا النقاش اللي على شكل الأس وبديت نزين أو ننقش في الحبة. هو متواجد هذا النقاش في محلات بيع لوازم الحلويات، وبديت نزين الحبة على هذا الشكل. هو سهل بزاف. وبعدها في الجهة الثانية بقيت في نفس الاتجاه على هذا الشكل. وبالنسبة للجهة السفلية لا داعي للتزيين لأنه راح تكون من الأسفل وما راح تكون باينة. وبعدها ندخلها للفرن يكون مسخن من قبل على درجة حرارة 180 حتى تكسب اللون الذهبي من الأسفل، ثم نشغل لها الفرن من الفوق حتى تأخذ اللون الذهبي أيضا من الفوق.
وبعد ما نخرجهم من الفرن نبدا ننزعهم من القوالب. لكن هنا العمليه لازم تكون بالراحه حتى ما تتكسرش الحبات، يعني نضغط على الحبه ونسحب القالب بلطف على هذا الشكل. وبعدها مباشرة من الأحسن نوضعهم في إناء مثل ما هو موضح في الصورة، ونبدأ نعسل فيهم على هذا الشكل. أما فيما يخص الحشو راح نحتاج فيه لملعقة كبيرة من الزبدة، ونضيف عليه كوب من العسل، ونخلطهم جيدا بالطراب حتى نتحصل على كريمة خفيفة. وبعدها نضيف عليهم 2 ملاعق كبيرة من السمسم أو الجنجلان اللي يكون محمص، ونضيف أيضا كوب ونصف من الفول السوداني اللي يكون محمص ومرحي. وبعدها ناخد الحبة حتى نحشيها. هنا وضعت الحشو في لابوش جيتابل حتى تسهل علي العملية. وبعدها زينت الأطراف بالفول السوداني الملون. وكان هذا هو الفيديو اللي نتمنى ان شاء الله يا ربي يكون نال اعجابكم، وان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا. وفي الاخير نقول لكم ما تنسونيش بالجيم لا فيديو وتبارطاجيو مع احبابكم حتى تعم الفائده. والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.